ندوزو لواحد النوع ديال اللاعبين الاجنحه، نسميوهم من ناحيه ديال التنافسيه الدرجه الثانيه. اولهم لاعب اللي داز في فتره صعيبه 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 بزاف في نظري، لانه عاش اصابه ربما كان كيظن الجميع بعد منها انه ما غيرجعش هذا الموسم هذا. كنا كنتكلموا على نهايه الموسم بالنسبه لامين عدلي اللي كان لاعب جد مهم وربما جوار كلي في بايرن ليفركوزن الموسم الماضي مع المنتخب الوطني. دائما ماشي دائما، من قبل كاس افريقيا ربما كنا كنقولوا، ربما في اللايف ديال نهار الاثنين كنت قلتها مع تكلمنا انا واسامه عليه، وقلت له باللي امين عدلي كاين ما قبل كاس افريقيا وما بعد كاس افريقيا. ما قبل كاس افريقيا كان لعاب تقريبا ولا مهم في المنظومه الركراكي. جات الوفاه ديال الام ديالو الله يرحمها، جات كاس افريقيا، عاش تجربه مريره في كاس افريقيا نظرا للقرارات. ربما نائب الوارث عشنا هذا الشيء عن قرب تمايا، وتبعنا ربما اليوم ديال مقابله جنوب افريقيا وكيفاش ربما العدلي خلص داك الارتجاليه اللي كانت في التدبير ديال المقابله. ومن مورا كاس افريقيا عمرنا ريكوبيرينا عدلي اللي كنعرفوا، لانه جا تغيير، جات ربما رغبه في اللعب بشكل مختلف الى اخره. وعدلي من اللاعبين اللي ما لقاوش راسهم في الديسبوزيتيف الجديد ديال كراكي. نخليك يوسف بعدا تكلمينا على الارقام، واخا هي ارقام خاصه بالنسبه لعدلي لان ربما درتي لها تاريخ مختلف مقارنه مع الدراري الاخرين، او لا؟ وبالفعل امين كان غاب على التنافسيه بسبب الاصابه اللي كانت اصابه اللي صعيبه، اللي هي كسر على مستوى الساق ديالو اللي غاب عليه فتره طويله. ولكن مؤخرا شفنا انه رجع للتنافسيه، بدا كياخذ دقائق لعب. الفتره الاخيره لعب فيها 3 ديال المقابلات. التوتال ديال لي مينوت اللي لعب في هذه الفتره الاخيره هو 162 دقيقه، يعني تقريبا كل مقابله كانت عنده واحد كدا 50 دقيقه في كل مقابله. سجل هدف واعطى اسيست. كانوا عنده دو كروس في هاد المقابلات هادو اللي لعب. استطاع انه يخلق 2 فرص سانحه. لي ديال ربح 3 ديال لي ديال بنسبه ديال النجاح ديال 65%، ونسبه ديال النجاح ديال العمليات ديالو الناجحه فهو 74%. ومقارنه بالعوده ديالو التدريجيه فهو رقم محترم. كنعرفوا ان عدلي كان لاعب وعنصر مهم في المنظومه ديال تشافي الونزو، لاعب اللي ساهم في التتويج ديال الفريق ليفركوزن واللي دائما كيقدم اداء ثابت واداء جيد. في الشامبيونز ليغ هذا الموسم لعب 3 ديال المقابلات اللي كان فيها ما كانوش عنده مساهمات تهديفيه، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش ان اللاعب يعني انا شخصيا كنشوف ان هاد لا بليسيور تقدر تعاونو، لانه في بعض الاحيان لي بليسيور كيخليو اللعاب تولي عنده واحد اللايف ستايل ديالو مزيانه، تولي عنده ليجين دو في مزيانه، يولي تريني مزيان، يولي نعس مزيان، وهو باقي لاعب باقي صغير. يعني فاش كنشوفوا السن ديالو 24 سنه فقط، وبالتالي قابل انه يتطور اكثر واكثر. ولكن فاش كنجيو نشوفوا المقارنه مع اللاعبين الاخرين كنشوف ان اللاعبين الثانيين عندهم احقيه عليه في هذا المعسكر القادم. نتكلموا على شمس الدين، نتكلموا على ابراهيم دياز الزولي، لانه باقي ما خداش دقائق لعب اكثر، وبالتالي محتاج شويه وقت باش انه يرجع الفورمه ديالو. كنظن انه من الاحسن انه يبقى في النادي ديالو باش يسترجع المكانه ديالو، لانه ديك لي 2 سمان اللي غادي يكون في المنتخب انا كنظن انه من الاحسن انه يبقى في النادي ديالو ويسترجع كامل الامكانيات ديالو باش يدير نهايه موسم اللي تكون في المستوى ان شاء الله. هو اصلا شنو الهيت ماب يوسف ديال امين عدلي؟ احنا حطينا اليوم على الاجنحه صحيح، ولكن راه الا جيتي تشوف المنتخب الوطني او ربما هو كبروفايل تحس بانه ربما كيكون افضل كمهاجم ثاني او مهاجم وهمي. وهنا كتشوف حتى انت شوف الخريطه الحراريه ديالو ما عمرك تقدرش تبلاصيه في توزع على عده مراكز. اكزاكتومون سي ان جوور الكترو ليبر.
وهذه هي القوه ديالو اللي استغلها في الموسم السابق. بالفعل فوالا سي ان جوور امبريديكتيبل، يعني ما كتقدرش تنبأ ليه فين غادي يلعب، التحركات ديالو وكذا. وصراحه هذه النقطه اللي انا كنشوفها نقطه زوينه بزاف، لانه في المنتخب عندنا بزاف لي بروفيل لي بوليفالون. يعني راه فاش كنتكلموا على دياز، كنتكلموا على نيت، امين عدلي، الصحراوي، شمس الدين، يعني هاد اللاعبين كلهم، ولا حتى بن صغير، كلهم تقدر توظفهم في عده مراكز ويقدروا يعطيوك في جميع المراكز، لانهم لاعبين كلهم عندهم امكانيات وقابلين باش يتاقلموا مع اي وضعيه واي سيتوياسيون. كنشوف انها نقطه زوينه بزاف. وصراحه انا كنت تلاقيت مع وليد ومع المساعد ديالو يعني مراسم ديال الدفن ديال ابن بدر القادوري، اللي بهذه المناسبه كنقدموا ليه احر التعازي. تلاقيت معهم وشاركت معهم شويه كلام على المنتخب، قلت لهم راه عندكم كاسطيت في هذه المرحله. هما العكس، هما فرحانين، قال لك لا العكس، حنايا سي ان بليزير شاك فوا كنتفرجوا في لي ماتش، كنتبعوا اللعابه وكذا، وهادشي راه مزيان لينا. وبالفعل فاش كتكون منافسه عندك في المراكز، فاكيد انت هو الاكبر واحد مستفيد، اللي هو المدرب، لانه المستوى ديال اللاعبين كيكون مستوى جيد، وكل واحد كيتقاتل على المكانه ديالو. وفي نفس الوقت كيكونوا عندك يعني تقدر تدير بزاف ديال لي سيناريو، تقدر دير بزاف ديال لي شيما تاكتيك، بزاف الاختيارات، وهذا الشيء كيبقى دائما غادي يفيد المنتخب المغربي. اسامه شي كلمه على عدلي قبل ما ندوزو البروفايل الاخر؟ هو عدلي كما ذكرتي لانه راجع من الاصابه، يعني غادي يكون شويه غريب انه يكون في المعسكر القادم غياخذ بلاصه لاعب اخر، ولكن هذا ما كاينش بانه يكون في المجموعه ديال المغرب، يعني اللاعبين اللي نقدروا نشوفهم في كاس افريقيا القادمه. لاعب اللي بصراحه كيجيني باقي ما توظفش مزيان مع المنتخب المغربي، لان ملي كتشوف شابي الونسو مع باير ليفركوزن كل مره كيلعب في مركز ودائما كيكون مزيان، من اللاعبين المهمين بالنسبه لشابي الونسو. اخر مقابله كان هو رجل المقابله فيها اللي كانت هولشتاين كيل واجهت باير ليفركوزن، يعني عطى تمريره حاسمه ومن بعد سجل هدف، وكان لعب به كراس حربه، وهذه مهمه راس حربه، ومرا جوج اللاعبين من المهمين ديال باتريك شيك وكذلك فلوريون فيرتس. كيبان انه كيحظى بواحد الثقه كبيره واحترام من شابي الونسو لدرجه انه مددوا العقد ديالو. لاعب كما ذكر يوسف الدابي من اجنحه ماشي الكلاسيكيه. دابا الحمد لله دابا ملي كنشوفوا الاجنحه اللي دوزنا اليوم بحال ابراهيم دياز، بحال شمس الدين الطالبي، دابا هذا اللي هضرنا عليه تا هو، هادو كلهم يقدروا يلعبوا في بزاف المراكز. لان العدلي وابراهيم دياز يقدروا يلعبوا جميع المراكز ديال خط الهجوم كلهم بدون مشاكل. كتبقى غير المساله ديال التوظيف ديالو وتدي له واحد تهيئ ذهني باش انه يكون مزيان. فنتمنى صراحه نشوفوا في المعسكرات القادمه ديال المنتخب المغربي. وواحد الحاجه اخرى، هو من اللاعب سريع بالكره وبدون كره وذكي، كيعرف يتمركز بين الخطوط والارتداد ديالو، يعني من باش يطلع من مربع العمليه ديال الفريق المنافس ديالو للفرق ميتو عنده سريع بالكره ولا بدون كره. وهذو كلهم من نقاط القوه ولا من المميزات ديال هذا اللاعب اللي خصنا نعرفوا نستغلوها كما يجب. واخا في اطار الاحصائيات يعني تفاعلا مع المستجدات وما رج من اخبار، غنتكلموا على حكيم زياش اللي انتقل بعد فتره صعبه غالاتا سراي النادي الدحيل القطري. خاض مؤخرا بعد الدقائق وربما الزياره ديال وليد الركراكي، ولو انها حسب ما بلغني لا علاقه لها بحكيم زياش، فخرجت الهضره وراجت اخبار على انه ربما حكيم لا زال في مفكره الناخب الوطني وليد الركراكي. ولهذا غادي نعطيوه بلاصتو. حكيم زياش كما قلت انتقل للدحيل القطري، والارقام ديالو يوسف كنظن كتكلم ربما على الوضع اللي هو فيه. ما لعبش مقابلات كثيره هذا الموسم هذا.
بالفعل حكيم كان عنده مشاكل في غالاتا سراي اللي خلاته انه يغادر الدوري التركي، والوجهة كانت نادي التحيل القطري. صراحة نادي التحيل القطري بحكم أنني اشتغلت في قطر عنده جميع الإمكانيات ديال الأندية الكبيرة في أوروبا. يعني فاش كندوي على لي زانستالاسيون، كندوي على لا كاليتي ديال لي زونطرينمون، داكشي راه لو توب نيفو. حتى المدرب اللي عندهم غالتي المدرب السابق ديال بي اس جي. ولكن كنعرفوا ان الدوري القطري ما يمكنش نقارنوه بالدوريات الاوروبيه. يعني فاش كنشوفوا لاعبين اللي كيلعبوا تشامبيونز ليغ ما غاديش تقارنوا بلاعب اللي كيلعب فقط الدوري القطري، وخصوصا ان التحيل القطري هذا الموسم ما لعبوش، ما عندهم لا تشامبيونز ليغ لا والو، عندهم فقط الدوري القطري اللي قريب يسالي، وعندهم منافسه اللي كتلعب في اخر الموسم في شهر 5 ماي اللي هي كاس امير قطر. وبالتالي يعني الا جينا نشوفوا المقابلات اللي باقي عنده من دابا حتى نهايه الموسم، عنده تقريبا 7 ديال المقابلات اللي باقا ليه، عكس اللاعبين ثاني اللي كاين اللي باقي ليه اكثر من 20 مقابله، كاين اللي عنده 25 مقابله. وبالتالي حتى الا لعب هذه المقابلات فاكيد ما غاديش يكون جاهز، ما غاديش يكون في تنافسيه كبيره. الفتره الاخيره لعب فقط 3 المقابلات كلها دخل بديل بمجموع ديال 60 دقيقه فقط. يعني 60 دقيقة تقريبا في واحد الفترة ديال شهرين ولا شهرين ونص، فهو معدل اللي قليل بزاف. حتى الأرقام ما كانتش أرقام جيدة، يعني ما كانت عنده حتى شي مساهمات هدفية، حتى لي كروس ما كانوش مزيان لأنه كان كيدخل بديل في آخر المقابلة. المقابلة الأخيرة انهزموا في الديربي ضد الفريق السد، دخل فيها حتى لآخر اللحظات وما قدم حتى شي حاجة. كنظن أن حكيم زياش يمكن مشى يوسف عندهم بروبليم في لا كونيكسيون. بقى معك اسامه. حكيم زياش لا انا ضحكت ملي قال لي كانت مقابله ديربي وقطر كلها ديربي، كتلقى مع المرخيه ولا مع كلها في الدوحه في سبيل الدعاء. لا هو متفق مع السي يوسف، متفق معه. هو ملي كنجي نشوف فوقاش دابا الارقام للتذكير باديه من 18 نوفمبر حتى ل 27 فبراير، يعني فتره ديال 4 شهور تقريبا. يلا لعب فيها 3 المقابلات، و3 المقابلات كلها مع النادي الدحيل القطري، وفيها فقط 60 دقيقه، لانه يعني 3 المقابلات كلهم كيدخلها كبديل بدون مساهمه تهديفيه. غادي نلاحظوا بانه مورا المعسكر ديال نوفمبر كان في غالاتا سراي بطبيعه الحال، وكان ما كانش كيلعب، كان خرج تماما من مفكات التقنيه ديال اوكان بوروك. ولا شفنا الارقام ديالو منذ بدايه الموسم الى يومنا هذا، فيلا تمريره حاسمه واحده، اسيست واحد. هذه ارقام لا تشفع للاعب انه يكون في المنتخب المغربي، خاصه احنا كنطمحوا للافضل، يعني بغينا ننافسوا على اللقب الافريقي. خاصنا لاعبين اللي عندهم تنافسيه كبيره، اللي عندهم كذلك مساهمه تهديفيه مزيانه، وخاصه انه يلعب في واحد الدوري اللي تنافسي. يعني الدوري القطري باش كتشوف الريتم باش كيلعبوا المباريات، يعني ريتم كيجيك بحال اللاعبين معتزلين ولا مباراه تكريميه ولا مباراه استعراضيه. اول حاجه خاصو يديرها هو انه خاصو يلعب اساسي ويلعب بزاف المباريات، كما ذكر مابقاش عدد مباريات كثيره لانه عنده فقط الدوري القطري ومسابقه امير قطر. واش غتكون كافيه باش انه يسترجع المستوى ديالو؟ انا استبعد ذلك، خاصه ملي كنحطوه مع المنافسين ديالو، ملي كنهضروا على شمس الدين الطالبي، ابراهيم دياز، اسامه الصحراوي، كذلك امين عدلي، وكاين واحد 3 لاعبين اخرين اللي غادي نهضروا عليهم. كتقول الا جبنا غادي نضحيو بزاف، يعني يكون بزاف اللاعبين غادي يكونوا ضحايا لهذا الاختيار، انك تجيب حكيم زياش وهو ماشي في القمه ديال المستوى ديالو. ودابا جوستومون حتى لي لاباس اسامه، حنا تكلمنا على عدلي، تكلمنا على الصمد الزلزولي، تكلمنا على نبداو بالترتيب، تكلمنا على دياز، تكلمنا على اسامه الصحراوي، تكلمنا على عبد الصمد الزلزولي، وتكلمنا على شمس الدين الطالبي. هذو 4. ثم كان هناك امين عدلي وكان حكيم زياش. دونك رجع الدراري بعدا راهم رجعوا. يوسف رجع باقي الانترنت رجع في مومون. دونك كما قلت حطينا 4 ديال السميات. النجم اللي هو ابراهيم دياز،
اللاعب اللي كان رسمي كذلك في اخر معسكر اللي بعد الصمد الزلزولي، اللاعب اللي يعني حتى هو كان حاضر في المفكره ديال المدرب ديال المنتخب الوطني وعنده ارقام اسامه الصحراوي، اللاعب اللي مازال ما جاش في المنتخب ولكن حاضر بقوه ربما هو الابرز شمس الدين طالبي، وجوج لعابه واحد كان مصاب وواحد كان غائب عن المنتخب الوطني، امين عدلي وزياش. انا نعطيك اسامه تعطيني اسم اخر نظرك اللي ربما يتحط كذلك من مورا هادو في اللائحه ديال اللاعبين. هما كاينين ثلاثه ولكن افضلهم ولا غادي نذكروا دابا. كاينين ثلاثه اللي بغينا نهضروا عليهم. افضلهم هو سفيان ديوب اللاعب ديال نيس. سفيان ديوب مساهمه التهديفيه ديالو مع الفريق ديالو مزيانه، سواء في المسابقه ديال الدوري الاوروبي ولا خاصه في الدوري الفرنسي. اللاعب اللي كان تعرض للاصابه داكشي علاش كان غاب عن المعسكر ديال المنتخب المغربي، ولاعب هذوك الدقائق اللي كيلعب فيها المعدل ديال المساهمه التهديفيه ديالو طالع، وحتى هو لاعب اللي يقدر يلعب بجناح. وكان في كونفيرونس ليغ في اوروبا ليغ كان كيوظفوا هاز، كان كيوظفوا كاع كصانع العاب، وكان كيعطي شرط العماده. سفيان ديوب صراحه بروفايل مهم للمنتخب المغربي، خاصه في ظل تذبذب مستوى ديال بعض اللاعبين اللي هضرنا عليهم. يوسف لعب بحال سفيان ديوب عرفتش كيبان لك كيكون في اللائحه غير صراحة انت هو لاعب اللي عنده بوتونسيال واللي هو يقدر يكون سيليكسيوني، ولكن انا شخصيا كنفضل الصحراوي وشمس الدين طالبي. انا شخصيا واخا نلوح واحد لاباس. سفيان بوفال اللي كلشي ظنه انتهى بعد التجربه في قطر، واحد الصباح نفيقوا في فتره الميركاتو ونلقاو سفيان بوفال كيوقع في نادي بلجيكي وكيقول بالبند العريض انني انا قررت نرجع لبلجيكا حيث باغي نرجع للمنتخب الوطني. ذاك اللحظه ربما ما نقولش كلشي ضحك، ولكن كلشي قال انه امر صعيب وصعيب بزاف، والزلزول وبوفال ربما هرب عليه المستوى العالي. دازت الاسابيع بدينا كنشوفوا بوفال كيلعب، مؤخرا كنشوفوه كيسجل، كنشوفوه كيمرر، كنشوفوا بوفال اللي كنعرفوا نسبيا. بلا ما سموش ما كتظنش ان بوفال ربما هذوك الشيء اللي قال يوسف الوليد فاش تلاقاه ديال انه كاستيت، بوفال غيزيد في الكاستيت ربما ديال الركراكي، لانه لاعب اللي عنده د ليكسبيريونس، عنده لو ميتي وعنده حتى الموهبه. بوفال نفس الهضره اللي قلنا على امين عدلي، يعني ما تجينا غريبه انه يجي في المعسكر ديال مارس، لانه كان في بدايه الموسم ما كانش كيلعب ولا كيلعب دقائق قليله. دابا شفنا في المقابلات الاخيرتين كيلعب اساسي، سواء في مسابقه اوروبا ليغ دار مقابله كبيره ضد اياكس امستردام، ولا في المقابله ديال القمه اللي جمعت يونيون سان جيرواز مع اندرلخت دار ماتش مزيان، ولكن بمركز اخر ماشي جناح، كصانع العاب خلف المهاجمين، يعني بحال الشكل كيلعب الياس بن صغير ولا بلال الخنوس، يعني دور اخر، ولكن بين فيه العلو والكعب ديالو. هاي كيبان لي باقي الحال، ولكن انا متفق معك. يعني دابا كتهضر على المدى المتوسط، يعني كاس افريقيا انا كنقول اذا استمر في التطور وبدا كيدير بزاف الماتشات في رجليه والمستوى ديالو كيتحسن، فغادي يكون بروفايل مهم. علاش؟ لاعب اللي عنده 31 سنه غادي يجي كاس افريقيا عنده 32 سنه، عنده تجربه مهمه، نبغيو يكون كجوكر يدخل ديك 15 دقيقه ولا 20 دقيقه في هذيك المقابلات المغلقه، ولا انت رابح مثلا بفريق هدف واحد وخاصك لاعب اللي كيعرف يحتفظ بالكره ويخلق مشاكل للمدافعين، يقدر هو غينفعك في جميع كلتا الحالتين. بغيتي تحافظ على النتيجه تدخلو، محتاج انك تماركي دخلو، ولكن ماشي من الاول ديال المقابله. يبان ليا كجوكر ديك 20 دقيقه 15 دقيقه. المهم هذه وجهه نظر انا نفس الراي. بالنسبه لي بوفال كنشوفو الى استمر في هذا المستوى هذا
بطبيعه الحال بارقام فعليه، كنتكلموا على التمريرات، ماشي يعني ارقام هاد بازيك نو، مي في ليغ دو جو، في العدد ديال الدقائق الملعوبه، ماشي فورسيمون شحال مرر وشحال سجل، حيت تقدر تماركي جوج بيوت وتغبر شهرين، فهمتيني، ودير تمريره وجوج حاسمه وما تلعبش، يعني ما تكونش اون كومب عندك اسي دو مينوت، عدد ديال الدقائق الكافي للعب. لان المهم دابا ملي كنتكلموا على الاجنحه، انا كيبان لي كاينه تنافسيه كبيره، وهاد التنافسيه ربما البره فيها كتطلع على لعابه بحال بوفال اللي ربما في السابق ما كانش عندهم منافسه بحال اللي عندهم دابا. نسول عبد الوارث، الامور تصاوب عبد الوارث ياك؟ نقدر نسولك؟ ما سمعتش حمزه. قلت لك الامور تصاوب، نقدر نسولك؟ لا راه كنت في اللايف وتصيفط ميساج، راه ما عرفتش بانني ما كنتش في اللايف. اوكي كان كيبان لي راسي في اللايف. اوكي عرفت يعني ماشي مشكل. لا كنت غنسولك على جوج، غنسولك على سفيان بوفال، ولكن قبل بغيت نسولك على سفيان ديوب. تبعتيه بلا شك في الدوري الفرنسي، مقارنه مع الاسماء اللي خدمنا الاحصائيات ديالهم وتكلمنا عليها، فين تقدر تبلاصيه؟ واش هو بالنسبه لك منافس قوي ديالهم، او كيجي من بعدهم لان ما حضرش ربما في مباريات المنتخب؟ نو سمعتينيش؟ ما كيسمعش حمزه ابارامون كاين بروبليم. لا هو اللي مشكل دابا، خاصو يدير لايف في التليفون ويدير لي سيكوتور. ماشي مشكل. سميتو نكملوا. قلتي لي العاب ثالثه اسامه ياك؟ كنسمع المهم كنسمعوك عبد الوارث. تفضل سي عبد الوارث. تكلمتي على بوفال؟ لا تكلمت على ديوب، قلت لك ديوب مقارنه مع الاحصائيات ديالهم وتكلمنا عليهم، وهذا واش كيبان لك صراحه راجع في المستوى ديالو. الميزه ديالو الاساسيه بانه ماشي جناح كلاسيكي، يعني تقدر تعول عليه في وسط الميدان، تقدر تعول عليه ورا لي زاتاكون، لاعب اللي ذكي، لاعب اللي بعض المرات كما قال يوسف، بعض اللاعبين اللي كيمروا واحد الاصابه كيرجعوا قويين اكثر من قبل الاصابه، وهو كنظن من هذا النوع ديال اللاعبين. ما مساعداش هاد لا سيزون مع نيس، لان في الاوروبا ليغ النتائج ديالهم ما كانش مزيانه. حتى في لا ليغا النتائج ديالهم ما كتعاونهمش، يعني بعض المرات ما كيكونش حتى لو سيستيم جو ديالهم ما مفهومش. دونك انا كنظن بان الرجوع ديال سفيان ديوب يقدر يكون حتى هو يقدر يفيد المنتخب الوطني، خصوصا كما شرتي بان كاين بزاف ديال اللاعبين اللي فقدوا الرسميه ديالهم ولا اللي ماشي موجودين. بحال القوس نسدوا بسرعه ديال حكيم زياش. كنظن بان كنتفهموا الجمهور، كنتفهموا الناس اللي كيتعاطفوا مع زياش، لانه لعبنا معاه كاس العالم في قطر، ولكن بعض المرات لا بغينا الخير للمنتخب الوطني خصنا نشوفوا لاعبين اللي هما جاهزين. وكنظن بانه ولو يلعب هذا الغيز ديال لا سيزون كامله ما نظنش بانه غيكون جاهز. خصنا ديما نتسائلوا، يعني هذا اللاعب هذا اللي كيلعب في هذا المركز هذا بالضبط شنو غيقدر يفيد المنتخب الوطني؟ انا كنظن بان الاجابه عندنا، شفناه في المقابله الاخيره ضد السد، ما قدمش حتى في دوك لي 15 مينوت ولا لي 20 مينوت ما قدرش يبدل مجريات المقابله. بزاف ديال لي باسبورت، حتى الهدف الثاني ديال السد جا من تمريره غالطه ديال زياش. يعني كنظن بانه في هذه لا سيزون بعيد بزاف، ومن الاحسن هذا القوس ديال زياش سبورتيفمون بيان سور نسدوه في هذه لا سيزون هذه، لانه باقي بعيد بزاف على المستوى ديال المنتخب الوطني. لا بغيتي ندوي فيت فا على بوفال، كنظن بوفال بان كاين بزاف ديال التقارير بان هناك كانت محادثه بين وليد الركراكي وبوفال. نشوفوا من هنا المستقبل واش وليد الركراكي بالفعل كيفكر باش يرجع بوفال للمنتخب الوطني. سيرت شفنا لا سيزون ديالو دابا غادا مزيان مع الفريق ديالو البلجيكي، حتى الصحافه البلجيكيه كتشيد
بالاداء ديالو التقني، وكلهم كيأكدوا بان مشكلته مازال هي مشكله امام المرمى، مشكله لانه ما عندوش دي ستاتيستيك مزيانين في لا سيزون. نشوفوا نشوفوا في المستقبل، ونشوفوا واش غيكون عنده مكان وغتكون عندها لوجيك بان بوفال يانتيغري هذا الجروب هذا. في نظرك الناس كيقولوا انك يعني كيبغيو يفضلوا يشوفوا جوكر في المنتخب الوطني، ماشي بالضروره رسمي، لعاب ديال ثلث ساعه الاخرى ونص ساعه الاخرى باش يديبلوكي لي بلوكاج، ربما في لي بلوك اللي كيكونوا طايحين بزاف. كتفق معاه؟ بالاكسبيريونس اللي عنده ولا كان جاي واجد فيزيكمون ولا كان غي اكسبتي هذا لو رول ديالو جديد، غينسى بانه بوفال ديال قطر خصو يكون تيتولير انديسكوتابل، ولا درنا لي شونجمون يدير لنا نفس لي شونجمون اللي طرا مع الصافيري في الهدف ضد المنتخب البلجيكي. انا كنظن لا اكسبتا لو رول ديالو، اكسبتا بانه يجي وجوستومون باش يكون هذاك اللاعب اللي غنقدروا يخلق لنا هذاك، يقدر يخلق لنا هذاك الخطر اللي حنا كنقلبوا عليه في هذوك 10 ولا 15 دقيقه الاخرى. فلما لا؟ لان التجربه ديالو غتنفعك ديال لي كومبيتيسيون، لان لاعب اللي عنده لعب كؤوس افريقيا، لاعب اللي لعب كاس العالم، لاعب اللي كيعرف شنو هي لا كومبيتيسيون، لاعب غيكون عنده ليكسبيريونس باش يقدر يعطيك جوستومون هذاك الفرق اللي انت كتسناه في الماتشات اللي كيكونوا جدودين. اوكي واحد نقطه نظام بالنسبه لزياش. بزاف الناس المهم دابا اليوم في التعليق كيكتبوها لي في التعليقات عندي في القناه، ملي كنقول لهم راه ما كيلعبش بزاف المباراه كيقول لك لا، راه قبل كاس العالم ما كانش كيلعب مباراه مع تشيلسي. لا، هذه معلومه غلطه. قبل كاس العالم كان كيلعب مع تشيلسي، لعب مباريات مهمه مع تشيلسي، وعاد الجوده ديال وحده التدريب في نادي تشيلسي تختلف كثيرا على جوده التدريب داخل النادي الدحيل القطري. فهنا ما تنبداش نخلطوا، ماشي نقولوا لا لعب كاس عالم مزيانه وما كانش كيلعب مع الفرقه ديال تشيلسي. دونك نفس الامر الا جبنا المنتخب المغربي وخاطر ما كيلعبش مع الدحيل القطري راه غادي يدير سميتو، لا الامور تختلف كثيرا. شوف مزيان عبد الوارث قال واحد الجمله مهمه، زعما عرفتي ديك الجمله فيها السهل الممتنع. بلي نطالبوا بشي لاعب للمنتخب الوطني على حساب بعيدا، لا ماشي على حساب، من غير على حساب، ما سوقيش على حساب اللي بغى يكون ما عنديش مشكل. لا هو بصح نقول ربي كبدا على اللعابه ما يعني الا عيط على شي لعاب غتاخذوا بلاصه واحد اخر. لا شنو غيزيدني دابا؟ عرفتي شنو كنديروا؟ كان عندي واحد النقاش مع واحد الصديق وعرفتي قال لي واحد القضيه عنده الحق فيها، ديال اللي ما كانش يبيد دابا ولا دار شي سرا شي 3 بوت ولا دو باس ديسيزيف، صافي خصو يجي للمنتخب يستحق. راه جينا يستحق، راه عندنا 50 لاعب يستحق، ولكن ينطلب شي واحد يجي. انا في نظري كنظر خصني نعرف شنو يزيدني، شنو غيزيدني مقارنه مع هذاك اللي عندي، حيت انا ما كانش غيزيدني شي حاجه مقارنه مع هذاك اللي عندي بلا ما نحيد اون فالور سور. كتعرف ليكيب ناسيونال، كتعرف اللعابه، وكتعرف الطريقه باش كنلعبوا، وعارفه ضبط السيستم. ما عندي لاش نجيب جديد غير باش نبدل، غير باش نتسمى راه جبت جديد. ما عرفتش واش فهمتوا الفكره ديالي ولا لا. وهادشي مفهومه وهادشي بعض المرات شي مرات الجمهور في العالم كامل ما تيفهمش. بعض المدربين ديال المنتخبات كيبداو يضحكوا وهذاك ما جايب داك اللاعب، راه جايب داك اللاعب حيت ما لقاش شي واحد غادي يعطيه شي حاجه افضل من شنو هذاك السيد غيعطيه. الا كنت انا عندي لعاب كنعاود نربح به لي ماتش ديالي وكيعطيني داكشي اللي كنطلب منه، لاش غنبدلو ونقمر على شي حاجه انا ما عارفهاش لانه عندي معسكر في 3 شهور كنجلسوا 3 ايام ولا 4 ايام كنشتغلوا؟ هذا ماشي نادي. الناس كيقول لك خصنا نخلقوا المنافسه، مزيان خلقوا المنافسه بيخلقها بالعقل. انا هادشي اللي كنقول، لانه بحال دابا في لي بوست الاجنحه الا جيت دابا المعسكر ولقيت لعاب واخا ماشي هو الافضل ما بين الاسماء اللي عندي في النادي ديالو وفي المنتخب كان مزيان، غنجلسوا. لا ولكن ملي كندويو في لوكازياج اخي حمزه، لا مزيان انا قلت بعيدا. لا ماشي نتك، لا ملي كندويو جوستومون في لوكا كما قال اخي اسامه، راه ملي كانت هذيك لا بيريود اللي كنا جبناتها اللي كان ملاح ما كانش كيلعب، ما كانش عنده لا كومبيتيسيون مع ستوندار دو ليج وكانوا بزاف اللاعبين ما لعبوش، راه كانت هذيك الظرفيه وكانوا كيتمرنوا كما قال في ظروف عاليه، وسورتو كان ديك الساعه زياش كيدير اون سيزون نورمال. دابا زياش هاد لا سيزون هادي ماشي نورمال، ما فيها حتى شي حاجه نورمال، يعني مشاكل مع غلطاسراي، اصابات، مشاكل
اكسترا سبورتيف مع المنتخب، تدوينات ما عندها تاع علاقه بكره القدم، مشاكل، ما كاينش فريق. كتضل فتره كبيره كتسمع الاسم ديالو كيروج في رين، الاسم ديالو كيروج في ايطاليا، الاسم ديالو كيروج في بزاف ديال الفرق في اوروبا. دابا غتقنعني اخي حمزه بانه ما يقدرش يلقى ان بروجي في اوروب. واش هاد زياش فكر في المنتخب؟ ما فكرش في المنتخب. دونك انا علاش غنفكر في هاد زياش؟ وشنو هي هاد لا فالور اللي غيعطيني هاد زياش؟ واش من غير هذيك لاباد، هاد لاباد غوش اللي عند هاد زياش ما كاين حتى شي واحد غيدوي على التمريرات ديالو، ولكن ما يمكنش نجيب لاعب باش يدير لي تمريره ولا يتيري لي كورنر، لان فيزيكمون ماشي موجود. يعني تاكتيكمون دابا يا سيد ما يقدرش يدير هذاك لو ريبلي ديفونسيف وشفناه ضد السد، يعني في قطر ما قدرتيش دير هاد لي زيفور. والحاجه المهمه غتاخذ ليا مكان ديال لاعبين جايين حنا تكلمنا عليهم وشفنا لي ستاتيستيك ديالهم، ومن غير الداتا، يعني ما ندويوش بالداتا، حتى لو ستيل جوار ماشي بوصوفا وماشي ان ستيل دو جوار اللي هو في ان ميليو تيران اللي غيقدر يدير لك الفرق واخا ما يكونش عنده ماتشات بزاف. يعني زياش مالوروزمون كتشوفوا ما قدرش كيبقى يدير يقدر يراوغ لاعب واحد بسهوله، ما بقاتش عنده، لان الاكسبلوزيفيتي اللي كانت عنده ما بقاتش عنده. علاش؟ هذا عاوتاني قصه اخرى.